الطبيعي في مصر ان الاكله الشعبيه هي الفول والطعميه، انما مطعم بيعمل فول وجمبري ومش بيعمل طعميه هو ده اللي غريب شويه. النهارده بقى هنجرب اشهر عربيه فول في مصر، وهي عربيه فول وحيد استاذ الجمبري في مصر، وموجوده في رمسيس خلف المستشفى القبطي، وهتلاقي العربيه دي متعلقه كده في اول الشارع. ليه بقى اسمه استاذ الجمبري في مصر؟ لانه بيعمل حاجه كده اسمها بطاطس جمبري، تبقى عباره بقى عن بطاطس صوابع كده بتاخد طبقه بريدنج وتنزل في قلب الزيت وتطلع بالشكل الجامد قوي ده. المكان عنده ما شاء الله دايما زحمه، فلازم تروح بدري لانه بيخلص بدري. هنجرب بقى من عندهم كام حاجه كده ونقول راينا. هنبتدي باول حاجه بقى بالفول الزيت الحار، وطعمه كان كويس جدا، وجوده الفول عاليه قوي ومستوي كويس، والزيت الحار نضيف قوي، التتبيله بتاعتهم جامده قوي. والعيش بقى اللي بينزل لك مع الفول بقى بلدي كده، وكان سخن وطعمه برضو جامد قوي. فول بقى اللي هو الزيت العادي كان طعمه برضو كويس جدا، ويستاهل فعلا يتقال عليه فول وحيد العظيم، لان جوده الفول والكواليتي عنده عاليه قوي، والتيست بتاع الفول نفسه جامد قوي. وكميه بقى التتبيله والطحينه اللي بيحطها فوق الفول دي مخليه طعمه في حته تانية قوي، وهو فعلا فول مختلف عن اي مكان تاني. البطاطس الجمبري بقى دي اختراع فعلا، طعمها هش قوي كده وبتدوب، طعم البطاطس مش موجود خالص، طبقه كده بتقرمش من بره زي السناكس، وتتبيله مظبوطه، وطعم مختلف وجديد مش شبه اي حاجه تانية. جربنا بقى من عندهم كمان بيض مسلوق بالطحينه، وجربنا البابا غنوج، وجربنا جبنه قديمه كده بسلطه، وجربنا كمان المسقعه والبتنجان بالبنجر اللي كان لونه غريب قوي ده، وجربنا كمان بتنجان مقلي بالدقه. اما بقى اكتر حاجه علقت معايا هو بيض اومليت بالبسطرمه وعليه بصل وزيتون وفلفل، كان طعمه جامد قوي، كان مختلف كده ومش شبه اي حاجه برضو انا جربتها قبل كده. عاوز اقول لك ان الاكل اللي نزل كله ده يكفي 4 افراد، دفعنا فيه 130 جنيه. فول وحيد العظيم يستاهل فعلا الضجه اللي معموله علشانه. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهارده. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامده جدا.